هذه اللي في الصورة سميتها شيماء جمال. هي ضحية لوحدة من أكبر قضايا الرأي العام في مصر والوطن العربي، وهذا الشيء بسبب أن الانتقام منها كان بشكل ماشي إنساني، وبالتحديد حيث الجاني اللي هو راجلها كان خدام في القضاء، وخلال فترة المحاكمات كانت كتطلع إشاعات كثيرة، وهذا الشيء اللي غنهضروا عليه اليوم في الحقيقة الكاملة. في 2016 شيماء جمال صحفية وإعلامية ناجحة، وعندها طموح أنها تكبر أكثر في مجال الإعلام. كانت منفصلة على بابات بنتها جنى هذه أكثر من 10 سنين، وبحكم خدمتها في الإعلام كانت كتلاقى في شخصيات عامة وشخصيات لها مناصب عالية في المجتمع، حتى تلاقات بأيمن عبد الفتاح محمد اللي كان خدام في القضاء، وكانت طلبات منه يتوسط لها في شي موضوع معين، وهو كان تعامله معها مزيان بزاف حيث في الحقيقة عجباته. ومن بعد شوية الوقت عرض عليها الزواج، ولكن هذا الزواج يكون